هلو. النهاردة هنعمل لوحة بسيطة مع بعض هنستخدم فيها عجلة الألوان، وبيها نقدر نفهم أولادنا إزاي ممكن ننسق الألوان مع بعض، وكمان هندردش مع بعض على إزاي نوجه أولادنا، لأن التوجيه في الأرض سلاح ذو حدين. ويلا بينا نبتدي. هنحتاج قطعة كنسل أو لوحة، دايرة، قلم ألوان شمع، وفرشة ألوان، طبق بلاستيك، وألوان أكليريك، وممكن نستعين بالباليت اللي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت. هسيب لكم اللينك في الاي وفي الديسكريبشن كمان. هنرسم مع بعض وردة. هنخلي اولادنا يعملوا دايرة بأي حاجة عندنا زي الدايرة دي، وبعد كده يحددوا نقط لبتلات الوردة، وبعد كده من نقطة للتانية هنرسم بتلات الوردة واحدة واحدة. الشكل ده ممكن نخرج بره الورقة زي كده، ونسيب ولادنا براحتهم خالص على حسب ايديهم. ممكن ناخد ورقة ونرسم جنبهم علشان يلاحظونا واحنا بنرسم، ودي برضو نفس المشاركة اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. بس اخطر حاجة ممكن تتعمل انكم تمسكوا ايدين ولادكم او ترسموا لهم. كل اللي تقدروا تعملوه ان انتوا توجهوهم من بعيد وتسيبوهم بحرية ايديهم وبتفكيرهم. الولاد مش زي بعضها، وهنتكلم عن ده قريب. غلط حاجة اننا نمسك ايديهم او نرسم مكانهم او نلون مكانهم، والاصعب اننا نأمرهم نقول لهم لونوا هنا، اعملوا كذا، ارسموا بالطريقة دي. ده غلط تماما. انا عارفة ان كتير بنحب ان اولادنا تطلع الحاجة شكلها حلو علشان نصورها ونفتخر بيها، وبننسى تماما ان كل طفل ليه شخصيته واحساسه، وده اللي بيظهر على اللوحة. فمن فضلكم سيبوا اولادكم يعبروا عن شخصيتهم واحساسهم زي ما هم عاوزين وبالطريقة اللي هم حابينها. ده هيديلهم ثقة بنفسهم جدا. ودلوقتي هنعرف تناسق الالوان مع بعض. دي عجلة الالوان. العجلة دي بتتقسم لنصين. النص الاول الالوان الحارة، الالوان الدافية زي الاحمر والاصفر والاورنج، والنص التاني الالوان الباردة زي الازرق والاخضر والموف. ده حلو خالص، بس هننسق الالوان ازاي؟ في 6 أو 7 طرق لتناسق الالوان مع بعض، بس النهاردة هنعرف منهم 2 بس، ودول تطبيقهم سهل جدا، ودول اكتر حاجة هنحتاجهم مع ولاد. اول تناسق هي الالوان المكملة، يعني الالوان اللي بتكمل بعض، لونين بيكونوا قصاد بعض في عجلة الالوان، وده اللي هنعمله في لوحة النهاردة. اكتر ميزة بتميز الالوان المكملة ان بيبقى فيهم حيوية عالية جدا، وبتدي اللوحة طاقة ورونق مختلف. التناسق التاني هي الالوان المماثلة. بناخد 3 الوان جنب بعض في عجلة الالوان، وده اللي هنعمله في بتلات الوردة. التناسق ده بيخلي الالوان تتداخل مع بعض بكل سلاسة. وانا هنا هختار الاورنج والاصفر والبينك، وهضيف ابيض كمان. وهبتدي بالاصفر. دلوقتي هدخل الاورنج في الاصفر. سيبوا الاولاد تدخل الالوان في بعض زي ما هم عاوزين، سيبوهم يلاحظوا التداخل والفرق ما بين الالوان. يعني انا هنا عملت تداخل للبينك مع الاصفر، واداني نفس نتيجة تداخل الاورنج مع الاصفر، بس باختلاف بسيط، وضوح ضي البينك في بعض الاجزاء من الوردة. اهم حاجة تسيبوهم يستمتعوا ويلونوا ويدخلوا الالوان في بعض واحدة واحدة، وبالتكرار هيقدروا ينسقوا الالوان اكتر ويتذوقوها اكتر واكتر. وبعد ما خلصت البتلات هبتدي اعمل الدايرة اللي في النص بالبينك الفاتح، وبحاجة بسيطة من الاورنج الفاتح برضو هعمل زي تظليل بسيط جوه الدايرة. ودلوقتي ننضف الفرشة بتاعتنا ونرجع تاني لعجلة الالوان علشان اشوف اللون المقابل للاورنج
قرر اللون اللي هستخدمه. اللون المقابل للأورنج هو اللون اللبني، هستخدمه في الخلفية، بس أنا حابة أخد درجة أفتح من اللون اللبني، وعلشان كده هزود أبيض. وبعد ما الوردة نشفت هحددها بلون اسود. الحقيقة اللون ده من الوان الباستل، السوفت باستل، فلو متوافر نستخدمها، ولو لا مفيش مشكلة خالص، مش هتأثر كتير. هنعمل اخر خطوتين وهما كرافتي شوية، فلو حابين توقفوا على كده تمام، لو حابين تكملوا يلا بينا نكمل. الغيرة الابيض نحط نقط بالشكل ده، وطبعا ممكن نخلي اولادنا يحطوا هما النقط بنفسهم في الاماكن اللي هما يحبوها. نجيب ورق الكريشة وهنقطعه مربعات زي كده، وبعد كده نكرمش ورقة الكريشة ونحطها فوق الغيرة. واخر حاجة هنعمل نقط بالغيرة الابيض على بتلات الوردة، اكنها يعني نقط من الندى، لأن الغيرة الأبيض بعد ما بينشف بيبقى شفاف، فهيدي إحساس نقط الندى. برضو نسيب أولادنا هما اللي يعملوا النقط دي بنفسهم، وده هيبقى الشكل النهائي للوحة. وأشوفكم على خير الفيديو الجاي.